يمكن اكون كلمتكم قبل كده عن موضوع التمثيل او ورشه التمثيل، وان انا يعني بقى لي فتره بدور على ورشه تمثيل بغرض ان انا احسن من طرق التدريب بتاعتي واخلي التدريب بتاعي يعني في تفاعل اكتر، عن طريق بقى ان انا التحكم احسن في البودي لانجوج بتاعتي ونبرات الصوت وهكذا. فالموضوع ده فكرني بصفه عندي، يعتبر الصفه دي يعني اعتبرها من الحاجات اللي بتساعدني ان انا اكمل دايما في الحاجه اللي انا بعملها، هي صفه المثابره. لان انا موضوع التمثيل ده كان من حوالي سنتين اشتركت برضو في ورشة تمثيل، بس كانت ورشة مبدئية كده. في الورشة دي يعني كانت هي يعني اكتشفت ان انا اول ما رحت الورشة ان في مثلا حوالي 2 كده او 3 في نفس السن بتاعي، بس باقي الناس كلها اطفال بقى، اللي هو اكبر حد فيهم ممكن يكون عنده 10 سنين او 9 سنين كمان. فانا عملت قلت اجرب بقى اروح، ما جيت اشتركت يعني اكمل الموضوع لنهايته. لاحظت ان بعد حصتين الناس الكبار اللي معايا مشوا. فالراجل بقى كان يعني متحمس، المخرج قال احنا المفروض بقى في نهايه الشهرين دول هنعمل عرض مسرحي ونعرضه بقى في المكان اللي احنا بنعمل فيه. قال كده ايه يعني، كان في البدايه بيقول بقى ايه ان العرض المسرحي ده هيبقى عباره عن 3 مدرسين، والاطفال دول بقى كانهم يعني فصل واحد، وكل مدرس بقى بيروح يعني يشرح حاجه مختلفه بشكل كوميدي طبعا. فطبعا الناس دي مشيت، فقال خلاص احنا كده ايه، اللي هم الناس اللي قد في السن مشوا، فقال كده خلاص نعمل عرض مسرحي تبقى انت المدرس والاطفال بقى هم اللي معاك في الفصل. كملت بقى في الموضوع، ويعني بقى كنت بتعلم بقى التكنيكس او الطرق المختلفه للتمثيل. وبصراحه يعني ما كانتش يعني اقوى حاجه او احسن حاجه، بس ان انا صفه المثابره ان انا احب لما ابدا حاجه اكملها للاخر. بالفعل بعد 2 3 الناس بقى اللي معايا اللي هم الاطفال كمان في منهم بدا يمشي، بدا بقى اهله ما يجيبوش عشان عنده امتحانات او عنده مذاكره وحاجات زي كده. فالمدرس قال لي خلاص، يعني لما لقى عدد ابتدى يقل كده، مثلا كان متبقي حوالي 4 اطفال، فالمخرج بقى قال ايه خلاص كده مش هنعمل بقى فكره الفصل، احنا هنعمل فكره بقى كاننا اب مثلا ودول اولادي، ونعمل بيها بقى ايه فكره عرض كوميدي. بعد شويه 3 من ال4 دول مشوا، كان فات بقى حوالي شهر ونص او تقريبا كان شهر و3 اسابيع حاجه كده. وقتها بقى قال لي بص انت خلاص هتعمل ايه دور اب وبنته، وهو بقى ده هيبقى العرض المسرحي اللي احنا هنعمله. لكن طبعا زي ما متوقع البنت مشيت، كانت البنت يعني عندها حوالي 10 سنين خلاص، مامتها بقى لقيت مفيش حد في سنها موجود، فبقتش تجيبها تاني، وخلاص كده ما بقاش غيري موجود. فالفكره فشلت وما كملناش طبعا وما عملناش العرض المسرحي. ومن وقتها انا بدور بقى على ساعتها، استفدت من درس ان انا يعني بعد كده ادور على ورك شوب او ورشه للتمثيل يكون يعني ايه بشكل محترف شويه اكتر، ويكون فيها يعني الناس فيها خطه واضحه من الاول ايه اللي هيتعمل، والناس بقى تكون ملتزمه فيها.